وعدت الإنسان بالخلاص الشخصي، قالت له ستحيا من جديد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله قال عليش أنت مستكبرها؟ أنت مستكبر أن نعيد خلقك من جديد؟ طب إحنا خلقناك خلقا أول على غير أنموذج، أبدعناك من لا شيء. طبعا بلا شك أن يعاد هذا الخلق في منطق العقل أهون بمراحل، أليس كذلك؟ ولذلك الفكرة هي المهم، الفكرة. هذا معنى الخلق. لو كان وقت لو وضحت لكم مزيد توضيح، لكن كما يقال على الحساب بسرعة يا إخواني. الخلق قرآنيا في معظم موارده لا يعني الإيجاد من العدم، ليس هذا الخلق لا في اللغة ولا في معظم الأبواب القرآنية. الخلق أساس الوضع اللغوي، تعرفون ما هو؟ التصميم. الخلق هو الفكرة، تصميم، وضع الخطة، بلو برينت، وضع الخطة، هذا هو الخلق. الشاعر يقول ولا أنت تفري ما خلقت، يعني تخلق ثم تفري، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. إيش معنى الكلام هذا؟ يقولوا ولا أنت تفري ما خلقت، أنت تخلق ثم تفري، يعني تقدر، تحط الديزاين، التصميم، وبعدين تقدر تطبقه. وبعض الناس بحط التصميم دون أن يقدر على التطبيق. فالخلق هو التصميم، ولذلك خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا هو التكوين، غير الخلق هو التصميم، ديزاين. هذا مهم جدا، وهذا ينبني عليه مباحث مفيدة جدا في فلسفة العلم وحتى في العلم. في الروح العلمية للمسلمين لو فقهوا هذه الحقيقة، وأكثرهم عنها غافلون، لا يعرفون أنه هذا هو الخلق. هذا هو الخلق إذن هو التصميم. وطبعا هنا يأتي التحدي أيضا للملاحدة، صحيح؟ لذلك حين يقال لملحد اخلق، يقول لك أحاول أن أخلق نملة. المسألة مش انك تخلق نملة وتحط خلية، طبعا هذا لم يحدث، وتحط حتى لو حدث وعملش حاجة هو، مش هذا الخلق. تعرفوا ما هو الخلق عاد؟ فكرة النملة بحد ذاتها. وفكرة النملة بتدخل فيها فكرة تصميم الكائن الحي عموما، فيها فكرة الجينوم، وشوفوا الجينوم ايش فيه، هذه الفكرة. لذلك إذا تصورنا حوارا كما فعل بعض الغربيين بين الإله أو بين الله تبارك وبين ملحد كبير عنيد شرس، الله حيقول له اخلق كما خلقت. حيجيب الطين والماء يقول له مش هذا الخلق هو التصميم. جيب لي فكرة جديدة، طلع منها عالم جديد، خلق جديد. كل أفكارنا ما فيش أبدا اليوم أعظم الاختراعات هي تقليد للطبيعة، تقليد للموجود، أليس كذلك؟ وبناء وبسط ومد للموجود. الله حيقول لا، أنا بدي تجيب لي فكرة غير مستمدة من أي فكرة موجودة مما فعلت أنا. حيعجز، حيقول إذا لا تستطيع أن تخلق، أنا الذي وعلى فكرة هذه من أكبر الضربات الموجعة للإلحاد. أساس القانون، أساس الفكرة المسيرة للشيء بأي بنية، من وين أجا وكيف أجا، هو هذا. هذه فكرة الخلق، هذه فكرة